كلنا كأمهات بيكون نفسنا نعمل حاجات حلوة كتير مع أولادنا في الأجازة، بس للأسف سقف طموحاتنا بيبقى عالي جدا عشان أولادنا كمان بيزهقوا بسرعة. فالنهاردة جاية أقولك على 7 حاجات تعمليهم مع أولادك في الأجازة، وال7 حاجات مهمين جدا. فانت لو حابة تستفيدي من الأجازة صح مع أولادك وتستغلي الأجازة صح، يا ريت تتابعي الفيديو للآخر، حقيقي هتستفادي. أول حاجة حاولي إن أول هدف يكون ليكِ في الأجازة ديّة إنِّك تقرّبي أولادِك من ربنا. طَب إزاي؟ أول حاجة حفّظيهم القرآن، حتى لو سطرين كل يوم، صدقيني أحسن من ما فيش. في كورسات كمان دينية كتير على اليوتيوب، في كورسات للسيرة النبوية للأطفال، في كورسات حكايات الصحابة، في كورسات فعلًا كتير، بس دوّري وهتلاقي، ولو ما لقيتيش اسألي وفي ناس كتير هتدلِّك. فلمّا تسمعوا الكورسات ديّة أنتِ كمان سمعتيها معاهم وأنتِ كمان هتستفيدي، صدقيني الأولاد هيتغيّروا بشكل أفضل. اسمعي معاهم القصص الدينية اللي بتتكلم عن أهمية الصلاة، اللي بتتكلم عن حرمانية السرقة، اللي بتتكلم عن عقوبة الكذب، اللي بتتكلم عن أهمية الأمانة. كل الفيديوهات دي هتساعد أولادِك اللي هم يتعلموا حاجات كويسة وتغرس فيهم قيم ديننا بشكل كويس، وأنتِ هتلاحظي التغيير ده في شخصيتهم. صدقيني أنتِ لو ما طلعتيش يعني من الإجازة بتاعة أولادِك غير بالهدف ده، فده هدف كويس جدًا على المدى الطويل كمان أنتِ هتلاحظي تأثيره. تاني حاجة عاوزة أقول لِك عليها، إحنا طول الدراسة حقيقي ما كناش بنقعد مع أولادنا، كنا مشغولين جدًا سواء بمذاكرتهم، بامتحاناتهم. فحاولي إن أنتِ تقعدي مع أولادِك في الأجازة وتسمعيهم وتسمعي حكاياتهم ومشاكلهم البسيطة بالنسبة لِك، إنما هي هتكون كبيرة بالنسبة لهم. يعني الأولاد على فكرة بيفرحوا جدًا لمّا بيلاقوا حد بيسمع لهم، عشان هم أوقات بيتعرّضوا لحاجات كتير، سواء تنمر، سواء خناقات مع زمايلهم، وبيكونوا محتاجين حد يدعمهم، يدّيهم ثقة في نفسهم يعني. فلمّا بتسمعيهم ده بيرجّع لهم الأمان مرّة تانية. كده قُلنا حاجتين. تالت حاجة معانا النهارده، حاولي تسأليهم إيه اللي هم حابين يعملوه في الأجازة، عشان لمّا بيعملوا الحاجة اللي هم حابينها بيعملوها بحُب وما بيزهقوش وما بيقولولكيش مثلًا يالّا لأ كفاية كده، لأ مش قادرين، خلّينا بُكرة. تمام؟ رابع حاجة، ممكن تستغلّي الأجازة مع أولادِك في الرياضة، لو عندِك إمكانية اللي هم ينزلوا يتدرّبوا مثلًا في gym أو في نادي، يا ريت الموضوع ده بيفرق مع صحتهم البدنية بشكل أفضل. خامس حاجة ودي ليها علاقة بالمسؤولية، إن أنتِ تخلّي أولادِك يكون ليهم دور معاكِ في البيت. مثلًا الولد يخرج يشتري لِك الطلبات بتاعتِك، علّميه يشتري، علّميه إزاي الناس ما تضحكش عليه، إزاي يجيب الحاجة الكويسة. علّمي بنتِك لمّا تقوم ترتّب غرفتها، وكمان الولد مش البنت بس. علّميهم إزاي مثلًا يساعدوكِ في الغسيل، إزاي مثلًا يساعدوكِ في اللي هم مثلًا المطبخ لو مش نضيف، اللي هم ما ترميش عليهم المسؤولية كلّها، بس مجرّد مساعدة عشان يحسّوا بدورهم ومسؤوليتهم في البيت. كمان يعني عاوزة أقول لِك الحاجات دي والله كلّها بتفرق في شخصية الطفل بطريقة كويسة، وأنتِ هتلاحظي ده، اللي طفلِك مش هيكون اتّكالي وهيكون طفل مسؤول، وأنتِ هتلاحظي كده كويس، وجرّبي وقولي لي. سادس حاجة النهارده، لو عندِك إمكانية لأطفالِك ينزلوا ياخدوا كورسات في الأجازة، سواء كمبيوتر أو لغة أو خَط أو أيًا كان يعني، فممكن تنزّليهم. لو ما فيش إمكانية ممكن تسمعوا أي كورس بسيط على النت سوا وتتعلموا منه حاجات بسيطة، سواء يتعلموا إزاي يكتبوا على الوورد أو الPowerPoint. اللي في استطاعتِك تعمليه اعمليه، أهم حاجة يبعدوا عن الموبايل ويبعدوا عن الشاشات. سابع خطوة معانا النهارده ويعني وأنا نسيت أقولها تقريبًا في الأول، القراءة. حاولي تكوني قدوة لأولادِك في القراءة، أولادِك لمّا هيشوفوكِ قاعدة بتقرأي هم كمان هيحبوا القراءة، خلّيهم يقرأوا. القراءة هتنمّي حصيلتهم اللغوية، وكمان هتساعد مخهم اللي هو يتفتّح ويبدأوا يعني إيه، يفكّروا بشكل كويس. طيب أنا في النهاية عاوزة أقول لِك في كام حاجة كده ما تعمليهاش مع ولادِك عشان ما يزهقوش منِّك. يعني ما تخلّيش الأجازة مليانة كورسات وأنشطة. صدّقيني الطفل زي هو ما محتاج للتعليم، هو كمان محتاج للعب ومحتاج للحركة. عشان يتعلّم ويسمع الكلام ادّي له الوقت بتاعه في الراحة عشان يحب وقت التعلُّم.
كمان ما تقعديش تقارني بين الأولاد، قولي له مثلًا ابن خالتك عمل كذا، ابن عمك عمل كذا، لإن كل طفل وليه ظروفه وقدراته واهتماماته.